ابو كبير. فهي جرامر والكلام الجميل ده بتاع الكلام بتاع دروس اونلاين اللي بيقعدوا يقول لك لا مش محتاج ولا حاجه. يعني الحاجات دي بتاخدها بفلوس اصلا. انت بتعمل استشاره مع حد هتاخدها بفلوس، فانت عرفت. وانا بديش تصدق على الناس يا عم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ هنتكلم في موضوع النهارده مهم جدا. انت بقى قررت ان انت تهاجر استراليا، فعايز اقول لك الف مبروك. بما انك انت هنا بتشوف الفيديو فخلينا ندخل في الموضوع على طول وايه وندردش شويه ونقول لك انت ايه المفروض تعمله. يعني اول حاجه يا صديقي العزيز لازم تعرف ان استراليا بلد جميله. بما انك انت جيت هنا فانت اكيد عارف ان هي بلد جميله. فاول حاجه المفروض ان انت تعرفها تتعرف على الفيز المتاحه ليك لو انت داخل على الفيز الهجره، ولو فيز الدراسه. طبعا فيز الدراسه دي لها تراك لوحده، بس احنا خلينا ندردش النهارده في موضوع فيز الهجره. فيز الهجره عندنا في 3 انواع، ما بين اقامه دايما من الاول تنتهي بالجنسيه، وما بين اقامه مؤقته برضه بتنتهي بالجنسيه. طب ايه الفرق ما بينهم؟ في 3 انواع من الفيز. الفيزا اللي هي 189 دي اقامه دايمه، في الفيزا 190 برضه اقامه دايمه، في 491 اقامه مؤقته ثم بعد كده بتنتقل لدائمه. طب ايه الفرق ما بين ال 189 وال 190؟ ال 189 دي بتطلع من الحكومه الفيدراليه. الحكومه الفيدراليه دي يعني تقدر تقول كده هي بتطلع الفيز لكل الولايات، مش مرتبطه بولايه محدده، وبالتالي انت بيكون متاح ليك ان انت تقعد في اي ولايه زي ما انت عايز، ثم بعد 4 سنين بتقدر ان انت تقدم على الجنسيه. طب ال 190 زيها زي ال 189، بس ال 190 دي بتطلع من الولايه، وما دام بتطلع من الولايه فالولايه بتديك 5 نقط. طبعا لازم تبقى عارف ان في الوقت الحالي الحد الادنى اللي ان انت تدخل يعني تهاجر لازم يكون 65 نقطه. فلو افترضنا ان انت عندك 60 نقطه وقدمت على ولايه 190 دي 5 نقط، فانت هتبقى مؤهل ان انت تفتح ملف، وبالتالي تقدر ان انت تقدم وان شاء الله ربنا يكرمك وتيجي دعوه. وانا سامع اللي بيقول دلوقتي بس مفيش دعوات على 65. يا سيدي خد بالاسباب وتوكل على الله، انت ما حدش عارف بكره في ايه. يعني انا بضرب مثال دلوقتي. طيب ال 491 ميزه ال 491 كان فيها ميزه حلوه قوي، وانا واحد من الناس اللي استفدت من الميزه ديت، ان انا اخدت 15 نقطه. يعني لو كانت الفيزا لو كانت ال 190 موجوده ما كنتش اصلا يعني كانش هيجي لي دعوه ولا كنت هعرف ان انا اقدم على الهجره. يعني فميزه الفيزا ديت ان انت بتديك 15 نقطه. يعني لو انت جايب 50 نقطه فهي لو اخدت 15 من الولايه برضو هتاخد 65 نقطه. طيب ايه القيود بتاعه الفيزا دي؟ يعني هي قيود مؤقته، بمعنى انت استراليا كبيره وفيها 3 مدن رئيسيه. 3 مدن دول انا يعني نقدر نقول كده ان هم نص السكان. يعني فبما ان هي نص السكان فهو برضو عايز يعمر البلاد الثانيه، عايز يعمر المدن الثانيه الصغيره المتوسطه ايا ما يكن. فبالتالي هو بيديك 15 نقطه، بس بيقول لك خلينا احنا وين هديك 15 نقطه، بس معلش هتقعد 3 سنين في المناطق الريجونال. والمناطق الريجونال ده هناك يا جماعه مش اللي في بالك، يعني مش طنطا هي يعني. ابو كبير. فهي مش ابو كبير. هي يعني اقصد ان هي مدن كبيره ومدن فيها اقتصاد وفيها سياحه وفيها كل حاجه يعني. زي طنطا بالظبط. فبالتالي انت لما بيديك ال 15 نقطه بيطلب منك انك تقعد في المدن دي، وما ينفعش تقعد في سيدني ولا بريسبن ولا ميلبورن. ممكن تروح زيارات وكل اسبوع. وهضرب لك مثال، يعني بما اننا في يعني قاعد المفروض في نيوكاسل وفي زياره قصيره دلوقتي بره استراليا، يعني فبينه وبين سيدني حوالي ساعه ونص او ساعتين بالقطر بيعدوا في ثواني. فانت حرفيا كل الناس هناك في الويك اند بياخدوا اولادهم وبيروحوا بتتفسحوا زي ما انت عايز. يعني اعتبر نفسك كانك انت كده يعني قاعد في العبور وبتدخل القاهره يعني. بس فميزه الفيزا ديت ان هي بتديك 15 نقطه. فانا على سبيل المثال يعني انا كنت 55 نقطه، فلما قدمت على 491 اخدت 70 نقطه. طبعا الكلام ده في 2023 يا جماعه، عشان بس يعني ما حدش عارف دلوقتي بيقول لك النقط عاليه وكده. خلاص يعني ما كل واحد ونصيبه يعني. بس فبتديك ال 15 نقطه. لما بتاخد انت 15 نقطه فبيبقى خلاص معاك 70 نقطه او 65 نقطه بتقدر ان انت تفتح الملف بتاعك. طيب الفيزا دي بتعمل ايه تاني؟ الفيزا دي انت المفروض ان انت علشان تاخد الاقامه الدايمه في فيزا تانية اسمها الفيزا، يعني احنا دايما حتى بنسمي الفيزا ديت فيزا بروفيجنال او اللي هي الانتقاليه. انت بتقدم بعد 3 سنين من الجرانت ده يا جماعه اللي لسه اول مره يشوف الفيديو. الجرانت ده اللي هو تقدر تقول كده
التاشيره. تمام، التاشيره. بعد كده بيبقى مطلوب منك برضو تقدم 3 اقرارات ضريبيه. طب ال3 اقرارات ضريبيه دول اللي هو بيثبت ان انت كنت شغال. طب هل زمان كان طبعا ايام يعني في 2023 وما قبل 2023 كان الموضوع ده مرهق جدا. ليه بقى؟ لان كان بيفرض عليك ان انت تاخد مرتب محدد في السنه، كان $54,000 ما ينفعش تقل عنهم علشان يعتبر ان انت كده شغال. الحمد لله في 2023 لغوا الشرط ده، فاصبحت الفيزا دي جميله. حتى احنا فاكرين ايامها كانت الناس ما بتحبش تقدم عليها علشان الشرط ده. بعد كده يعني خلاص لما الشرط ده اتشال بقى في اقبال كبير عليها، فطبعا النقط بدات تزيد من تاني يعني. بس فانت لما بتقدم كل الكلام ده تقدم على فيزا ثانيه اللي هي ال 191 وبتاخد الاقامه الدايمه. انا عارف ان انا ممكن اكون توهتك في الليله دي كلها، بس الحاجات دي لازم تعرفها علشان الحاجات دي بتاخدها بفلوس اصلا. انت بتعمل استشاره مع حد هتاخدها بفلوس، فانت عرفت. وانا بديش تصدق على الناس يا عم. فانت لازم تعرف فكره كده علشان تبدا المرحله اللي بعدها. طب المرحله اللي بعدها هي مرحله، عندنا في مرحلتين بقى مهمين جدا. المرحله الاولى مرحله البي تي اي اكاديميك اللي هو الانجليزي ده يعني خلينا نقول هو كلمه السر في الهجره يعني. طيب هل البي تي اي اكاديميك محتاج ان انت تبقى ضليع بقى في الجرامر والكلام الجميل ده بتاع الكلام بتاع دروس اونلاين اللي بيقعدوا يقول لك لا مش محتاج ولا حاجه يعني. كل اللي انت محتاجه ان انت بس تعمل ريفريش، تروح على قناه اخونا ابو زيد في دروس اونلاين، تاخد فكره كده على كل الازمنه 12 زمن بس. لان في البي تي اكاديميك هو مش بيحاسبك بس على الجرامر، بيحاسبك على الكونتنت، بيحاسبك على الفلونسي، في 3 حاجات المفروض ان هو بيحاسبك عليهم يعني. فموضوع الجرامر ده ما بقاش مهم قوي يعني. انت بس ان انت تاخد فكره دي بتبقى حاجه جميله جدا. طب الانجليزي بيديك كام نقطه؟ الانجليزي الماكسيمم بتاعك ممكن يديك لغايه 20 نقطه في البي تي اي اكاديميك. تمام، فطبعا البي تي اي بيديك 20 نقطه اكتر حاجه. في امتحان تاني اسمه الناتي ده 5 نقط بس، ده سيبك منه دلوقتي لما بتكون يعني الدنيا وقفت معاك خالص. طيب بعد كده اللي المفروض انت تعمله يا صديقي؟ شوف بقى التقييم الخبره. تقييم الخبره زي ما قلت هسيب لكم اللينك اللي هو بتاع الاوكيبيشن ليست. شوف جهه التقييم بتاعتك هي عايزه منك ايه وتعمله. ولو انت التخصص ده مش بتاعك برضه شوف جهه التقييم، لان فيتا اسس مثلا دايما بتلاقيها بتقول لك لو انت التخصص بتاعك ذات علاقه والله احنا هنخصم منك مثلا سنه خبره، او تبقى انت عندك سنه خبره على الاقل. لو انت التخصص بتاعك ملوش علاقه بالوظيفه اللي انت بتقدم عليها احنا هنخصم منك 3 سنين. ده على سبيل المثال يعني. فدي عشان في كتير من الناس للاسف يعني ما اشتغلوش في الوظائف بتاعتهم او راحوا اشتغلوا في المجال بتاع الاي تي وكده يعني. ده الموجود يعني. فانت بعد ما بتعمل كل الكلام ده وقيمت وجبت الانجليزي بتاعك وتشوف النقط بتاعتك، انا برضه هسيب لكم لينك ان انت ازاي تحسب النقط بتاعتك. جبت ال 65 بتقدم على حاجه اسمها EOI. الاي ده اللي هو اكسبريشن اوف انترست، يعني ان انت بتبدي اهتمامك وبتدعي ان انت عندك النقط دي. وبعد كده بقى لما بيبقى في سحب او في انفيتيشنز بتبدا تيجي لك بقى الدعوات. زي ما قلت انت بتقدم على ولايه، بتقدم على 190 100 490 زي ما قلنا في الاول. وبعد كده بقى بتنتظر دعوه. جات لك الدعوه في مرحله اسمها مرحله اللوج. مرحله اللوج ده يا صديقي هي مرحله انت دلوقتي ادعيت ان انت راجل جايب بلس 79 اللي هو في البي تي اي وعندك 20 نقطه، وبلس 65 عندك 10 نقط. طبعا انت اقل حاجه في الانجليزي لازم تجيبها 50 ومش هتاخد عليها نقط يعني في البي تي اي. فبتقول لهم ان انا كان عندي، فبيقول لك والله طيب تمام اثبت لنا بقى، ارفع بقى الاوراق بتاعت شهاده البي تي اي بتاعتك، ارفع شهاده التقييم بتاعتك والريجستريشن اي دي وكل الكلام ده تبعت. وبعد كده بتنتظر بقى وبيطلب منك الفيش وما الى ذلك، وبتقعد بقى من 3 شهور لغايه سنه ونص سنتين انت ونصيبك بقى. ممكن في ناس تجي لها في شهر وبس يجي لك الجرانت وخلاص كده تبقى انت كده موجود في استراليا. طبعا ده موجز للطريق. انا ما بتكلمش دلوقتي، انا بعتبر دلوقتي انت راجل ذاكرت وعرفت الايجابيات وعرفت السلبيات وجاي لي بقى عايز تعرف انت هتعمل ايه. فانت دلوقتي بتاخد بريف كده يعني مختصر عشان تبقى بس يبقى دي بدايتك ان شاء الله للانطلاق للافضل باذن الله. ولو في اي اسئله طبعا انا هنتظرها في الكومنتات وهجاوب عليها باذن الله. لا مش هاخد فلوس، هعملها ببلاش. ولو عجبك الفيديو دوس لايك بس كده. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.